مرحبا بكم. أنا محمد فتحي، المرشد السياحي والآثاري، وها نحن اليوم في جولة جديدة بين أحضان التاريخ الفرعوني العريق. سوف نشرح اليوم واحد من أعظم المعابد الجنائزية في مصر القديمة. إنه معبد هابو، تحفة معمارية بناها الملك رمسيس الثالث لتكون شاهدة على عظمته وانتصاراته. يقع هذا المعبد الرائع في الضفة الغربية لمدينة الأقصر، ويتميز بتصميمه الفريد وزخارفه الباهرة التي ما زالت تحتفظ بألوانها الأصلية حتى اليوم. عند دخولك ستجد بوابة ضخمة تذكر بالحصون العسكرية، نقشت عليها مشاهد تمجد الملك وهو يهزم أعداءه، ثم تمر بساحات وأعمدة تحكي قصص الحروب والطقوس الدينية. معبد هابو ليس مجرد مبنى حجري، بل هو سجل حي لحضارة مجيدة تركها لنا المصريون القدماء بفخر وإبداع. تابعوا معنا لاكتشاف المزيد من أسرار هذا الصرح الفريد. ودعونا نبدأ جولتنا الآن. يتميز المعبد بضخامته وزخارفه الرائعة، حيث يتصدره بوابة ضخمة تشبه الحصن، نقش عليها مشاهد للملك وهو يضرب أعدائه، في تعبير رمزي عن هيبته وسيطرته. عند الدخول إلى المعبد نرى ساحة واسعة محاطة بالأعمدة، تليها قاعات كبرى مزينة بنقوش تمثل الانتصارات العسكرية والمواكب الدينية والطقوس الجنائزية. وقد حرص رمسيس الثالث على تسجيل معاركه ضد شعوب البحر والنصوص التي توثق الأحداث بدقة. من أبرز ما يميز معبد هابو هو الحفاظ المدهش على نقوشه وألوانه الأصلية، مما يمنح الزائرين فرصة نادرة لرؤية الفن المصري القديم بأبهى صوره. كما يحتوي المعبد على مقصورة مقدسة كانت تستخدم لحفظ تماثيل الآلهة أثناء الاحتفالات، بالإضافة إلى غرف جانبية استخدمها الكهنة. معبد هابو ليس فقط صرحا دينيا، بل أيضا سجل تاريخي ناطق بفصول من المجد والقوة والحكمة، تركه لنا الفراعنة ليحكي قصة حضارة لا تزال تبهر العالم حتى اليوم. يمتد معبد هابو على مساحة واسعة، ويضم العديد من القاعات والغرف، مما يعكس أهمية الطقوس الجنائزية في الفكر الديني المصري القديم. وقد خصص جزء من المعبد لعبادة الإله آمون رع، الإله الأعظم في تلك الفترة، حيث كانت تقام له الطقوس والمواكب الاحتفالية داخل أروقة المعبد. ومن الجوانب المثيرة للإعجاب أن جدران المعبد توثق أول معركة مسجلة في التاريخ ضد شعوب البحر المتوسط، وقد صورت بالتفصيل، بما في ذلك الجنود والسفن والأسلحة المستخدمة، مما يمنح الباحثين فهما دقيقا لطبيعة الحروب في تلك الحقبة. كما توجد داخل المعبد نقوش طبية تشير إلى استخدامه كمكان للعلاج الروحي، وهو ما يعكس العلاقة الوثيقة بين الدين والطب في الحضارة المصرية القديمة.